طبعا بركات ابو ريده باينه قوي. الحكم ده عليه علامه استفهام يا جماعه، اقسم بالله. الحكم ده من اول الماتش، من بدايه الماتش وهو باين جدا توجيهاته فاولات عكسيه للاهلي ما بتتحسبش، وعلى الاهلي تتحسب مش فاولات. والدنيا جميله، ده غير الانذارات والحديه اللي بيتعامل بيها مع لعيبه الاهلي. بغض النظر بقى عن الحكم، مالناش دعوه بالحكم، سيبك من الحكم خالص. انا عايزك تشوف لعيبه الاهلي. بص تقارب الخطوط، مفيش تقارب ما بين الخطوط خالص خالص. بص انا مش فاهم، من بدايه الماتش لقيت بن شرقي مش تمام، او هو مش على عدلته. انت وديته ناحيه اليمين، هو مش على عدلته. ما تنزل يا عم حسين الشحات ناحيه الشمال وتجيبه هو ناحيه اليمين، وتطلع مهاجم من الاثنين مهاجمين اللي انت منزلهم، جريدي شارو ووسام. طلع واحد منهم تمام، وسام مش في حالته طلعه. امام عاشور طول ما ظهره للجون مش هتاخد منه كوره، ده اللي قلناه 100 مره. امام عاشور طول ما ظهره للجون ما بتاخدش منه اي حاجه. امام عاشور رقم 8، امام عاشور رقم 8. نزل الشحات يمشي لك الملعب. بص يا جماعه، بص 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 فين التقارب بتاع، بص الحته دي فاضيه ازاي، شايف كل المساحه دي فاضيه. فين لعيبه الاهلي؟ فين التقارب ما بين الخطوط؟ فين الباص؟ عندك ميس باص كتير قوي النهارده، ليه؟ عشان الخطوط مش متقاربه. عشان لما بنقول كولر شطب كوره الناس بترجع تهاجمنا. والله العظيم كولر شطب كوره، وهنطلع من البطوله دي بفعل فاعل. ما تنساش متابعه اخوك.